السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين أنا معايا بتنجان وفلفل وبطاطس، أنا قلياهم ومجهزاهم، ومعايا الحلة اللي انا هستخدمها فيها المادة الدهنية، فيها الزيت بتاعي، ومعايا توم. هنعمل مع بعض النهاردة زي ما انتم شايفين كده. اكيد عرفتوا ان انا هعمل ايه. احنا هنعمل مع بعض النهاردة المسقعة بالخل والثوم. دلوقتي انا مولعة على الزيت، انا هنزل بالثوم اللي انا دقاه. وبكده حبايبي نزلت بالثوم بتاعي اللي انا دقاه الزيت دوت. انا بعد ما قليت صراحة خدت منه، انا مش كنت هصور، قلت اصور بقى ونشوف هنتغدى ايه النهارده مع بعض. فانا قلت مش عارفه اعمل اكل صراحه. فانا كان عندي بطاطس وفلفل وبتنجان، قلت اما نعمل مسقعه، وهو اليوم بيتقضى. ممكن كمان المسقعه دي تفضل معايا لتاني يوم اهو، لان انا بعمل الاكل بيقعد عندي يومين وساعات 3، وساعات يعني الواحد لما مش بيكون ليه نفس الاكل يطلع حته جبنه بيقعد معايا فتره صراحه يعني. فدلوقتي التوم انا هخليه بس ياخد اللون الذهبي، وهطفيه بالخل بتاعي، علشان المسقعه بتاعتنا النهارده بالخل والثوم زي الفته بالظبط. بس احنا عندنا بقى، دي مسقعه مش فته، هي الاكله الاكثر شعبيه وكمان مغذيه اهو. فانا قلت ان انا اقلي البتنجان واجهز. قلت لما اصور معاكم بقى صراحة، علشان اتعودت ان انا اتكلم معاكم، علشان انتوا بجد عيلتي التانية بتدوني طاقة ايجابية. ادي التوم، ريحة التوم يا جماعة لما بتيجي تتحمر بتبقى جميلة جدا. انا عاوزاها بس تاخد لون ذهبي، انا مش عاوزاها تغمق، انا عاوزاها تاخد لون ذهبي، وهطفيها بالخل زي ما بنعمل بالظبط الفتة، صلصة الفتة بتاعتنا. ومعايا الخل كده انا مجهزاه بالازازه صراحه، ولا في معلقه ولا في طبق ولا في اي حاجه، هنزل بالازازه على طول. حتى التوم بردك انا مش شلته في الهون بردك، علشان احنا مش عاوزين نوسخ اطباق ولا اي حاجه، الواحد بيشتغل كده على طول. حتى لو مش بنصور كل حاجه بتبقى في حاجه واحده صراحه، اتنين، مش بنخلي الدنيا مش بندربك الدنيا. ادي اهو كده معايا توم، بصوا خد اللون الذهبي، هنطفيه بالخل. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ادي كده انا حطيت الخل، كده انا هنزل بقى بعصير الطماطم. وبكده حبايبي بعد ما نزلت بالخل، صفيت الثوم بتاعي بالخل، البخار طلع دلوقتي علشان الحموضه هنزل بعصير الطماطم بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنزل بقى عليها بملح وفلفل وكمون، وهسيبها تتسبك، وهنشوفها لما تتسبك هتكون عاملة ازاي. ونزلت بالبهارات بتاعت الملح والفلفل والكمون، هديها تقليبة وهسيبها بقى تستوي، وهنشوفها لما تتسبك هنعمل بس اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناة. انتظروني هتتسبك وهرجع لكم تاني. وبكده حبايبي التخديعه بتاعتي او الصلصه بتاعت المسقعه اتسبكت. دلوقتي انا هنزل عليها بكوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. كده انا نزلت عليها بكوبايه ميه هتغلي، وهنزل بقى
علشان المية سخنة، هي مش سخنة قوي، هي فترة انا غليتها وقفلت عليها ساعة وانا ايه بقلي البتنجان والبطاطس. اول ما تغلي هنزل بقى ايه بالبتنجان بالبطاطس والبتنجان والفلفل بتوعي اهي، هي هتغلي على طول. وبكده حبايبي الصلصة بتاعتي غليت، هنزل بقى دلوقتي ايه بالبطاطس بتاعتي، بعد كده الفلفل والبتنجان. وبكده حبايبي نزلت بقى بالبطاطس وحطيت الفلفل والبتنجان اهو. انا بقى ايه هقفل عليها وهنشوفها في التقديم اهو زي ما انتوا شايفين تبقى مع بعض كده، تبقى جميلة جدا. وبكده يكون غدانا جهز يا حبايب قلبي على التقديم. بس ايه اللايك والشير والسبسكرايب، هنشوفه بقى مع بعض في التقديم. وبكده حبايبي تكون المسقعه بتاعتنا جهزت. زي ما انتم شايفين الشيف احمد هو اللي قدم الاكل كده، انا قلت له اغرف الاكل يا شيف احمد، فهو ايه هو اللي عمل البصل وحط المخلل وحط العيش، وهو اللي غرف ايه المسقعه. تاكل النهارده يا شيف احمد؟ وهو اللي هيدوق المسقعه كده بالبصل، عشان بتقول لي المسقعه بتتاكل ببصل. انا احب اكلها كده. ده بتتاكل ببصل، يا سلام بقى لو في بصل اخضر معاها ولا طعميه. لا لا لا، بصل اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. شيف احمد لسه جاي من الشورى يا جماعه، بصل ومخلل واديها يا شيف احمد. مش عارف يتكلم الشيف احمد. روعه 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 روعه. اتفضلوا معانا ولقمه هنيه تكفي 100. وبكده يكون ده الفيديو بتاعنا، بس مش تنسونا في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، وعيلتنا صغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. ولغايه ما ارجع لكم بفيديو اخر اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب.